تعالوا بينا نعرف أنواع الرجالة. الراجل زي الست، كل واحد سبحان الله ربنا ميزه بطباع. الراجل الطيب والحنين، والراجل الأناني اللي ما بيفكرش إلا في نفسه. الراجل الطيب والحنين اللي يبديكي على نفسه ودايما يفكر فيكي وفي ولاده. أما الراجل الأناني اللي طول الوقت واخد باله من نفسه بس، ما بيقولش غير أنا عاوز وأنا عاوز وأنا وأنا وأنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا. الراجل الطيب الحنين رزق حافظة عليه زي عينيكي، اللي طول الوقت ما بيفكرش في نفسه، طول الوقت بيفكر انتي ناقصك ايه، ولاده ناقصهم ايه. الراجل الحنين رزق. الست لازم تاخد بالها من الراجل اللي معاها وتحافظ عليه. لو جوزك راجل حنين وطول الوقت بيفكر بيتك ناقصه ايه وعيالك ناقصهم ايه وبيته محتاج ايه وكل ده بيوفره وبيحاول يوفره حتى لو هو على قد مقدرته، اعرفي ان انتي معاكي سند وظهر. اعرفي ان انتي عمر ابدا الزمن ما هيميل عليكي، وان مال عليكي هتميلي عليه. هتعرفي ان ده الراجل والسند اللي هو يقدر يعيشك ويقدر ان انتي تتحامي فيه بقلب جامد. اما الراجل الاناني هو اللي طول الوقت دايما بيفكر في نفسه بس، حاطط نفسه فوق الكل، لنفسه وعايش لنفسه، هو نفسه. جملة زي ما انتوا سمعنا كده، كلمة نفسه. نفسه في الخروج عاوز يخرج، نفسه في اللبس انا محتاج البس، انا عاوز انا عاوز انا عاوز. تلاقيه طول الوقت بيتكلم بس عن نفسه. لكن ده مش سند، وعمره ما هيبقى لك سند ولا ظهر، لا ليكي ولا لعيالك من بعدك. لأن ده هو نفسه بس، بني آدم أناني وعمره ما بيفكر في حد، وعمره ما هيشيل شيلة ولا يشيل حمل، ولا هينفع ترمي عليه. فمن قبل كده خالص ما نرمي بقى في موضوع الخطوبة والجواز ونخش في الحواديت التقيلة دي، اعرفي خطيبك نوعه ايه، اعرفي بيفكر فيكي ولا بيفكر في نفسه. اعرفي كده. بصي، كل واحدة في الدنيا ربنا خلق لها دماغ وعقل. شوفي طباع اللي قدامك ايه، وبعد كده ما تبلعيش عشان بتحبيه، ولا تبلعي عشان خاطر تسيريه وتكسبيه. لان انت كده مش هتبقي كسبتيه، ده انت كده هتبقي كسبتي الخسارة. ضيعتي حياتك كلها على بني آدم ما ينفعش يكون سند، لا هيبقى سند ليكي ولا سند لعيالك من بعدك. ودي حاجة هتشيلي ذنبها، هتشيلي ذنب اختيارك، وهتشيلي اللي حواليكي وهم ملهمش ذنب معاكي. لما تختاري راجل، اختاري الراجل اللي انت تقدري تعتمدي عليه وتقولي له انا عاوزة واحنا محتاجين، من غير ما يمل ولا يقول لكم زهقتوني بطلباتكم وانا مالي اتصرفي. لو الراجل قال كلمة اتصرفي، اعرفي ان هو مش راجل. لو الراجل ما فكرش 100 مرة في طلبات بيته وعياله وناقصهم ايه ومحتاجين ايه، وفكر فيهم قبل ما يفكر في نفسه، ما يبقاش اب ولا ينفع زوج. وهتبقى عيشتك كده كده معاه عشان خاطر العيال، بس العيال كده كده كمان هتبقي مشرباهم معاكي اكتر واكتر. حاولي يا قلب اختك تفكري بعقلك وتوزني كده البني ادم اللي قدامك، يتوزن بالتراب ولا يتوزن بالذهب. لان مش هيبقى اختيارك، ده هيبقى اختيارك لنفسك ولعيالك اللي هتسيبي لهم اب الله اعلم هيعمل ايه معاهم، هيبقى سند ليهم طول عمرهم ولا هتبقى كمان ضيعتيهم. الاختيار مش هيبقى اختيارك لوحدك، ده عيالك كمان هياخدوا ده بعد منك او معاكي في نفس الوقت. ما تضمنيش. حاولي ان انت تختاري صح، تختاري البني ادم اللي ينفع تعيشي معاه. زي الستات بالظبط، بس الستات مش هنتكلم عليهم دلوقتي، احنا بنتكلم دلوقتي عن الرجالة. الراجل هو ميزان البيت. الراجل لو ما اخترتيهوش صح هتعيشي طول عمرك تعيسة، ولو ما عشتيش تعيسة فهتتطلقي ويخرب بيتك. فكده كده خسرانة من جميع الاتجاهات، هتبقي خسرانة. خسرانة لو اتجوزتي، وخسرانة لو اتطلقتي. وهقولك خسرانة ايه لو اتطلقتي. خسرانة ان انتي بقيتي لوحدك، كل الناس حواليكي مع بعض بس انتي لوحدك عشان ما اخترتيش صح. خسرانة ان يكون في اب جنب عيالك يسندهم عشان ما اخترتيش صح. خسرانة لما عيالك يطلعوا في الدنيا يلاقوا نفسهم من غير اب، وما عندهمش غير اب اناني بيفكر بس في نفسه. خسرانة في كل الاتجاهات. خسرانة في وسط أهلك اللي المفروض جوزك سندك،
يحميكي من أي حد، ويحميكي من عيون الناس وكلامهم. هتبقي لوحدك، وحاسة ان انتي خلاص هي دي عيشتك وهي ده نصيبك، بس نصيبك ده انتي اللي اخترتيه. هتبقي خسرانة لو فضلتي معاه، وكل يوم وكل دقيقة هتبصي لكل اللي حواليكي وكل اللي مختارين صح وتلاقيهم مبسوطين، وانتي حاسة نفسك دايما ناقصك حاجة، دايما حاسة ان كل حاجة ناقصاكي. مفيش واحد يقول عاوزة ايه، مفيش واحد سند. الأم طول عمرها بتضحي، بس مش كل الأمهات. طول عمرها بتفكر في ولادها، هم أهم حاجة عندها في الدنيا. لازم تختاري بني آدم يقدر يغنيكي عن الدنيا كلها، يقدر وقت ما تتعبي يكون سند وظهر، يقدر يتحرك ويقدر يعمل مكانك، يقدر يشيلك في تعبك، يقدر ان هو طول الوقت يكون قلبه عليكي يكبرك ما يصغركيش. انتي هتجربي كل ده، وكل ده فيه تأشيرات منه ومؤشرات كده بتبان ايام الخطوبة، بس خلي بالك ان انتي بمزاجك بتعديها، لكن لو عديتيها في الخطوبة مش هتعرفي تعديها في الجواز، وهيبقى ده قدرك اللي انتي فرضتيه على نفسك. اتعلميها صدقيني عشان عيالك ما تبصيلهمش وتتحسري عليهم وتقولي يا ريتني كنت اخترت لهم اب يقدر يعيش معاهم ويعيشهم. اخترت لهم اب وقت ما البنت ولا الولد يحتاجوا يلاقيه في ظهره، لكن طول الوقت البني ادم الاناني بيفضل اناني، وعمره لا بينفع اب ولا زوج ولا ابن ولا اي حاجة في الدنيا ممكن تتوقعيها. وقت ما تختاري اختاري صح، عشان ما تندميش زي غيرك ما ندموا ورجعوا، لكن للأسف خلاص هيعملوا ايه؟ خلاص الوقت فات وعدى، مفيش يقدروا يرجعوه تاني. لو لسه ما خدتيش الخطوة دي فلازم تعملي الصح، تختاري صح. تختاريش اللي شكله حلو وبيلبس حلو، اختاري اللي قلبه حلو، اختاري اللي لسانه حلو، اختاري اللي بيتقي الله في اللي قدامه، اختار اللي بيصلي ويعرف يعني ايه ربنا ويعرف يعني ايه دين ويعني ايه ام ويعني ايه اب ويعني ايه علاقات. اختار اللي ماشي بما يرضي الله. ما تختاريش الواد اللي هو تحس ان هو شايف نفسه وطول الوقت كده خيال كده ناس تبص عليه زي الجيل اليومين دول. مش حاجة اسمها ملفت للنظر، الناس بيعجبها المنظر، بيعجبها الشكل، بيعجبها اللبس، لكن ما بصيتش على الأخلاق، ما بصيتش على قرب من ربنا، ما بصيتش هي بتاخد مين ولا بتتخطب لمين ولا بتتجوز مين. هي مش مهم عندها أي حاجة، هي مهم الشكل، ويكون معاه ايه، وحيلته كام، وعنده شقة ولا ما عندوش. مبقاش حد يفكر يعني ايه يختار شاب عشان هو أخلاقه كويسة. الشقة هتيجي والوظيفة هتيجي والفلوس هتيجي وكل حاجة والمستقبل هيجي، لكن كل ده واقف على حاجة واحدة بس، رضا ربنا على البني آدم ده. لكن والله كل ده لو جه عمر الأخلاق ما بتيجي، عشان الأخلاق والتربية والأدب ده طبع طالع مع البني آدم من هو صغره، يا طلع معاه من صغره وده اللي كسبتيه، يا كل حاجة فيه ملهاش لازمة، لأن كل حاجة تتعوض إلا الأدب والدين. هو ده اللي عمرك ما تعرفي تعوضيه ببني آدم، والالتزام. ديننا لو مشينا عليه والله العظيم لكل واحد وواحدة يرتاحوا في عيشتهم، لكن للأسف الناس كلها ماشية بالمظاهر. أتمنى أشوف رأيكم في التعليقات، وأتمنى لو كلامي أفادكم وخدتوا منه مجرد نصيحة من أخت ليكم، متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتصلوا على الرسول في التعليقات.